السلام عليكم. وصفتنا اليوم غادي تكون كسكسو بالبلبولة. غادي نحتاجو رابعة ديال البلبولة، غادي نغسلها مزيان، نبقاو نغسلو فيها. ضروري هاد المرحلة تغسل مزيان البلبولة حتى يصفى لينا الماء اللي كنغسلو به البلبولة. غنبقاو نغسلو مرات حتى يبان لينا ان الماء ما بقاش لونو ابيض بحال هكا كما كيبان عندكم. غادي ناخدو دابا هاد البلبولة وغادي نديروها تسقطر مزيان ونديروها في القصرية ونخليوها تشرب هذاك الماء اللي باقي فيها، وندوزو المرحلة اللي غنوجدو فيها المرق ديالنا. غادي نحتاجو الكمية من الدجاج. انا عندي غير الدجاج استعملته، كيجي مواتي مزيان مع القديد الا كان عندكم، بصلة مشلضة، مطيشة والعطرية، سكينجبير والبزار وخرقوم بلدي والملح وضويمة ديال الزعفران، زيت زيتون والزيت النباتية. في طنجرة غادي او البرمة ديالنا غادي نديرو الزيت مخلط مع زيت الزيتون، ونديرو الدجيجة ديالنا، البصلة، مطيشة، ربيطة ديال قزبر المعدنوس، نضيفو ضويمة ديال الزعفران والعطرية. حقيقة البلبولة كتب هشة بزاف مع القديد ولا لحم الراس، ولكن احنا متوفر عندنا غير الدجاج. هاد الكمية اللي غنصايبو ديال جوج ديال الناس، معلقة ديال السمن صغيرة، نخليوه يتشحر عندنا شوية الدجاج وغادي نمرقوه ونضيفو حتى الخضر. اللي غادي ندير فيهم قرعة خضراء وخيزو، الدنجال والملفوف. تقدروا تستعملوا اي نوع من الخضر اللي عندكم. هذا اللفت المهم اللي متواجد عندكم في الخضار تقدروا ديروه. كما قلت لكم انا ما دايرش كميه كثيره، كميه خاصه، طبق خاص بجوج الاشخاص. غندوزو دابا باش نوجدو البلبوله. غادي نديروها في كسكاس تفور مع هذيك الخضيره. من بعد ما غلى لينا الماء نخليوها تفور التفويره الاولى، وكتاخد التفويره الاولى الوقت ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. اهم مرحله عندنا في البلبوله هي المرحله الاولى. ها هي تفورات عندنا التفويره الاولى، غادي نعاودو نسقيوها بالماء ونخليوه يبرد ويشرب عندنا هذاك الماء. انا كنصحكم تستعملوا الطراب اليدوي كيفك لينا البلبوله ديالنا مزيان.
وما باش ما تحرقوش. من بعد ما فكيناها غادي نرشو بالماء ونستمروا بحال هكا حتى تبرد عندنا البلبوله. كيف ما كتشوفوا ها هي نشفات البلبوله، ما بقاش فيها الماء، غنرجعوها تفور. هذه التفويره، هذه هي التفويره الثانيه. غنسقيوها بشويه د الماء ونديرو معاها الملح، كيف ما تنقولوا ديروا مليحه في الطعام، ضروري باش كتعطينا البنه البلبوله ديالنا. ونرشوها بقليل من زيت الزيتون، نحلوها مزيان ونخليوها تبرد ونعاودو نرجعوها تفور مره اخرى. البلبوله ماشي بحال السميد او الكسكسو، كتاخد الوقت باش طيب عندنا مزيان. ها هي البلبوله فارت، غادي نهزوها ونديروها في القصريه نخليوها تبرد ونرجعو نديرو الخضره في البرمه ديالنا اللي بقات، القرعه الخضراء والقرعه الحمراء. غادي ناخدو ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، نخلطوه مع شويه د الماء الساخن ولا المرق ونخلطوه مزيان ونضيفوه على المرق ديالنا باش كيزيد يختار. وبطبيعه الحال الفلفله حاره. ونرجعو للبلبوله ديالنا ونسقيوها بشويه ديال زيت الزيتون ونعاودو نرشوها بقليل من الماء ونخليوها تبرد ونرجعوها للكسكاس باش تكمل التفويره الاخرى ديالها مع الخضره. ها هي البلبوله فارت عندنا وطابت مزيان، المرق اختار وجد. نضيفو ليه معلقه ديال السمن ونبداو نسقيو في البلبوله ديالنا ونسقيوها كتبغي هي المرق يكون عاقد. ها هي البصريه ديالنا سقيناها، هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى وصفتنا تعجبكم وتجربوها. شكرا على المشاهده، والى وصفه اخرى ان شاء الله.